من خصائص السيرة النبوية يا إخوان وهي المصداقية. هذه المصداقية هو معيار من معايير الشخصية. يعني الزعماء الكبار، غاندي تاع الغاندي تاع الهند، السلام، عنوان السلام، لما دخلوا الحياة لقوها باللي كان عنصريا وكان لا يحب الأفارقة السود وكان قاسيا مع النساء. أفلاطون فيلسوف كبير كان مثليا أو شاذا. فرويد كان يعاني من الاكتئاب الذي ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة، مات منتحرا. يعني ندخلوا نلقاو أنهم يفقدون إلى المصداقية. النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك الأعداء. مايكل هارت هذا مؤرخ أمريكي مسيحي متعصب للمسيحية ومات مسيحيا، ألف كتاب، هذا الكتاب دار ضجة في العالم، سماه الخالدون المئة والعظماء المئة. هذا الكتاب العظماء المئة حكم 100 عظماء في التاريخ، خلدوا أسماءهم في التاريخ، ثم قام بمعايير، دار معايير حتى يصنف هؤلاء العظماء. فمن هذه المعايير أن يكون ناجحا في الجانب المادي والجانب الروحاني، أن يكون ناجحا في جانب الدولة وجانب الشعب، أن يكون ناجحا في الجانب المالي والجانب في الجانب الأسري والجانب الاجتماعي، أن يكون ناجحا ناجحا ناجحا. ففرض عليه التاريخ أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في أول مرتبة. أول مرتبة كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور هذا شبرك هو النمساوي يقول إن محمدا هو الإنسان الذي ينبغي على البشرية أن تفتخر لأنه ينتمي إليها. اسمه يجب البشرية، احنا البشر كاع البشر لازم يفرحوا كي محمد صلى الله عليه وسلم بشر ينتمي إلى البشرية، مفخرة للبشرية لما محمد صلى الله عليه وسلم بشر. فهل قدرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القدر؟